بصوا يا جماعه، انا كنت جعانه انا والعيال. ماشي. طلبت كده نعمل مكرونه باللحمه المفرومه. تيجوا معايا كده وانا بعملها تتفرجوا عليا وتشوفوني بعملها ازاي. يلا بينا كده، تركايه تركايه اوريكم انا هعمل ايه. انا سلقت المكرونه تمام. ماشي. بصوا دي المكرونه اهي. بصوا منظر المكرونه روعه ازاي يا جماعه، شايفين؟ روعه. تمام. نحط طبقه مكرونه. بصوا يا جماعه، هما بيحبوها كده على فكره. بصوا. بص. شايفين الجمال، شايفين العظمه، شايفين؟ محدش بس يقول ايه ان انا حرماهم من حاجه خالص. بصوا اهي المكرونه كلها اهي. بصوا المكرونه روعه، شغل فاخر من الاخر. تمام. بص اوريكم هتقولوا لي ايه يا توته اللي انت بتعمليه ده يا توته. استني بس، ده سخنه لسه عاملاه. ماشي. هنحط عليها ايه؟ ثانيه يا بت. اللحمه المفرومه، عملت لحمه مفرومه يا ولاد زغرات. ماشي. اللحمه المفرومه ايه اهي، مش حرماهم من حاجه. ماشي. بصوا. بصوا صينيه قد ايه يا ولاد، والله بجد شغل فاخر من الاخر. حلو. ونقوم عاملين ايه بقى على الصينيه دي؟ هتقولوا لي ايه يا توته ده؟ اقول لكم والله العظيم بيحبوها كده. ماشي. بصوا بقى الصلصه، خش على التقيل. نوحد الصلصه. بصوا يا جماعه الصلصه بسم الله ما شاء الله. بصوا. بصوا يا جماعه، شفتوا يا جماعه صينيه الفته بسم الله اللهم بارك؟ شفتوا؟ يعني عايزه اقول لكم طالعه ولا الريحه بجد تحفه. اصلا عندنا الجزار اللي بيبيع اللحم هنا بقى طلبوا مني اعمل صينيه كيكه. ده حكم عليا على فكره، يعني بعد صينيه المكرونه صينيه الكيكه. بصوا العظمه، عايزه اوريكم دلوقتي العظمه بتاعت صينيه الكيكه اللي توته عملتها. وتعالوا بقى شوفوا لما كمان اقطعها هتعجبكم جدا. الصينيه بسم الله ما شاء الله. بصوا عامله زي التورتايه، بتروح وتيجي في الصينيه، يعني مش لازقه ولا محروقه ولا الكلام ده كله. تعالوا هنا بقى معايا. بصوا حضرت الطبق وقطعتها في الصينيه. بصوا. بصوا جمال الصينيه بجد كانت تحفه. بصوا الخرطه، الخرطه بخرطتها. بصوا بسم الله ما شاء الله الخرطه عاليه ازاي، يعني مش هبطانه ولا تحسوا ان هي مكبوسه كده ببعضها، بالعكس بسم الله ما شاء الله. والله وعاملاها باقل التكاليف، يعني ما كملتش 3 بيضات. هسيب لكم طبعا في صندوق الوصف تحت هي معموله ازاي ومقاديرها ماشيه ازاي. بصوا هشه ازاي، بجد شكلها روعه وطعمها بجد كان روعه. يعني انا عايزه اقول لكم طعمها روعه ومنظرها حلو جدا وباقل التكاليف. يعني 3 بيضات والدقيق وال والسكر ونص كوبايه الزيت وحته زبده صغيره. يعني بص انا بوريكم جوه الصينيه عامله ازاي. هشه روعه بجد، وهشه لا مكبوسه ولا مكتومه ولا حاجه. انا حبيت اوريكم من جوه بعد ما قطعت الخرطه نفسها ان هي شكلها تحفه ازاي بجد، يعني اكتر من الروعه. وتعالوا هنا عايزه اوريكم بقى محمد بعد ما عملت صينيه الكيكه وعجبتهم وقالوا لي روعه يا ماما، حكموا عليا بقى يا توته احنا خلاص كلنا وشبعنا وكده. فكنت طالبه من محمد يجيب لي حاجات كده من العطار، نزل جابها لي وهوريكم عمل معايا. بقول لكم يا اخواتي، فاكرين الملبس ده؟ بجد انتوا فاكرينه؟ طيب اوضح لكم اكتر. بصوا الملبس ده كانت الواحده زمان كانوا 5 بشيلين. يعني هو ما كانش فيه تعريف، هو كان 5 بشيلين. بس عايزه اقول لكم ابني راح يجيب لي حاجه من العطار النهارده. جاب لي الملبس ده وقال لي يا ماما الراجل اداني بال5 جنيه ببقيه ال5 جنيه ملبس من ده. فانا والله العظيم انا ما زعلتش على ال5، انا فرحت. انا اكتر من انا اتضايقت على ال5 جنيه. فرحت لحاجه واحده، فرحت ان الملبس ده رجع تاني. بقول لعماد فاكر يا عماد الملبس ده؟ قال لي لا. فبقول له الملبس ده رجع تاني انا بحبه قوي. قال له اصل انت عبيطه. معقول يا جماعه انا عبيطه عشان انا بحب الملبس ده؟ كل اخواتي جيل الثمانينات اللي فاكر الملبس ده يحط لي لايك كده، يحط لي تعليق في الكومنت ويقول لي اذا كان فاكر الملبس ده يا اولاد ولا لا. شجعوا اختكم توت عشان ابين له. انا والله ما زعلت، يعني انا ما زعلتش على ال5 جنيه، هو انا اتضايقت بس ان هو اداله بالباقي كله، لان انا كنت زمان باخد ال5
بشيلن، ال5 بشيلن والله العظيم كنت بفرح بيهم قوي، واقعد كده ارقش فيهم طعم كولا، طعم يعني زي البيبس. بصوا بجد والله، لما كنت اخد من امي ربع جنيه كنت افرح. بصوا فاكرينها؟ الملبس ده يعني عظمه بجد، ومهما يعملوا مش هيطلع زيه تاني. عايزه اقول لكم ان انا دلوقتي بالطعم اللي في بقي ده انا مش زعلانه على ال5 جنيه. وقولوا لعماد ان توته مش عبيطه، توته والله العظيم بتحب الملبس ده موت موت. تحيه لل5 جنيه. وقولوا لعماد في الكومنتات ما تقولش توته يا عبيطه تاني، لان طعمه تحفه بامانه. كل جيل الثمانينات هيحط لايك لتوته ويقول انا كلت من الملبس ده ولا لا. منتظره تعليقاتكم يا ولاد.